السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مع الحلقة الثانية من مبطلات الصيام. يبطل الصيام بارك الله فيكم بإحدى أمور، منها الحيض والنفاس. فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في يوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في أي لحظة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فسد صومها، وجب عليها القضاء فيما بعد رمضان ولو في آخر لحظة من نهار رمضان، ولها إن شاء الله أجر ما صامت. وإذا حاضت المرأة في نهار رمضان فلها أن تأكل وأن تشرب، ولا يلزمها الإمساك إلى آخر اليوم. الأمر الثاني هو الردة عن الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام فسد صومه. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويلحق به سب الدين، فسب الدين عمدا مع العلم كفر مخرج من الملة. فإذا سب المرء دين الله في نهار رمضان فسد صومه، وجب عليه التوبة والعودة إلى الإسلام وقضاء هذا اليوم فيما بعد رمضان. يفسد الصوم بالنية، فإن المرء إذا نوى الإفطار ولو لم يأكل أو يشرب فإن صومه يفسد، ويجب عليه قضاء هذا اليوم فيما بعد رمضان. فإن الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فوجب علينا أن نحترز من هذا الأمر إخوة الإسلام. يفسد الصوم بالقيء العمد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وقال العلماء في ذلك أن من تعمد أن يخرج من جوفه شيئا لأن أدخل إصبعه في فمه أو ما شابه فسد صومه. والحديث ضعفه بعض المحدثين، لكن العمل عليه عند الفقهاء بارك الله فيكم. هذه أمور يبطل الصوم بفعلها، فوجب علينا أن نحترز منها عباد الله، وأن نكثر في صيامنا من ذكر الله وقراءة القرآن والعمل الصالح. ولنا إن شاء الله حديث عن الأفعال المستحبة في رمضان. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.